حضرنا كلنا الفيديو تبع الراهبة المربية اللي عم تحكي عن أهلنا بجنوب وإنه لازم نوقف معهم ونصلي لهم، وزحطت بكلمة، قالت كلمة المقاومة. هلا هي إذا غلطت مهنيا وبحق النظام التعليمي، أنا شخصيا كبير حشيش كمواطن لبناني ما إلي عليها، بس بالمبدأ أنا معها. يعني أنا ليش بدي أكون مع الإسرائيلي ضد المقاومة وقت اللي العنصر بالمقاومة ما بيوفر أي فرصة إلا ليعبر فيها عن خشوعه قدام مريم العذراء؟ أنا ليه بدي أكون ضده مع الإسرائيلي؟ إيه، أنا كمسيحي مؤمن متدين ليش بدي أكون ضده وهو بيركع للعذراء وهديك بعده ناطر المسيح تبعه لهلا؟ أنا عم بحكي بمبدأ الإيمان. أنا كمسيحي وين ضرتني المقاومة؟ وين وجهت سلاح علي؟ وين قوصت علي المقاومة؟ ما بعرف لحديت هلا. بينما الإسرائيلي عدوي، وقت اللي تحالفنا معه أول ما حاولنا نقول إنه لبنان 10452 ولبنان للمسيحية وللإسلام، اغتيل بشير جميل. ليه أنا بدي أقف مع الإسرائيلي ضد ابن بلدي؟ لأنه سمير جعجع عنده غير حسابات؟ أما لأن ميشيل عون الحزب ما رح يجيب له صهر رئيس جمهورية؟ أما لأنه ميشيل المر عمل غير أرينجمنت مع غير ناس؟ ليش أنا بدي أقف مع الإسرائيلي ضد ابن بلدي؟ وقت اللي بيكون في هون مشاكل واصطفافات بقلب البلد 14 و8، ايه بوقف أنا مع 14 ضد 8 أذار. بس وقت يكون في حدا غريب بيجي بوقف مع الغريب ضد ابن بلدي ما عم تزبط. أما بوقف على الحياد، العالم كله مش واقف على الحياد. الغرب اليوم أي طفل بأي بلد بالغرب، بأمريكا، بفرنسا، بإنجلترا، بإيطاليا، بإسبانيا، بكندا، وين ما بدك، بيقول لك فري بالستاين. ليه أنا هون بلبنان بدي أقف على الحياد واتفرج وعم باكل قتل؟ ما سمعتوا امبارح ايدي كوهين عم بيقول عين الرمانة وبرمانة ومدري وين وانطلياس ومرلياس؟ ما سمعتوه؟ ما هو مناطق مسيحية كلها سوا. شي مرة سمعتوا المقاومة عم تهدد المناطق المسيحية؟ ليش أنا بدي أقف مع ايدي كوهين ضد المقاومة؟ لا يا خيي، أنا شخصيا بدي ضلني واقف مع المقاومة ضد إسرائيل من هلا لتخلص الدنيا. والمسيحي اللي مفكر إنه هو مصالحه مع إسرائيل ضد ولاد بلده يجيب كلينكس ويروح يمسح لكل راهبة بتمرق بأحيا القدس وبيقرطوا اليهود بزقة على وجهها.